من الاخر بقى عشان الواحد زهق، محمد صلاح ده محظوظ وما يستحقش كل الضجه اللي حاصله عليه دلوقتي. اصل فيها ايه يعني؟ بدأ في فريق مش جماهيري، وكان عشان يروح بس التمرين بيسافر من البلد اللي هو فيها 5 ساعات رايح جاي. يا جدع حتى لما اتعرض على نادي الزمالك كموهبه شابه صاعده وكده تم رفضه بسبب ضعف بنيته الجسديه. وقال ايه يوم لما احترف؟ راح نادي بازل السويسري، وجت معاه صدفه ولعب يا عم ماتش في التشامبيونز ليج قصاد تشيلسي ومسح بكرامتهم الارض. فكانت النتيجه انه راح تشيلسي وقعد دكه عادي جدا، رغم ان هو كان بينزل يجيب اهداف. مورينيو قال عليه ان هو مش حمل الدوري الانجليزي، راح اعاره لفيورنتينا. وايوه نايم ايطاليا من المغرب فيها ايه يعني؟ هنلاقيه بعدها بيروح لاي روما. وايوه عارف ان روما من ساعه صلاح ما شمتش الهنا، وكان طبيعي يسيبهم لما يجي له عرض من ليفربول، وكله كان شايف ان اللاعب مش مناسب للدوري الانجليزي. ده مورينيو ذات نفسه قال كده. وايوه صعد مصر لكاس العالم بعد غياب سنين السنين، وكسب كل البطولات الجماعيه ديت مع ليفربول، واخد كل الجوائز الفرديه الممكنه لوحده، ودلوقتي مترشح ان هو يكسب البالون دور. بس برضه